عارف التفاضل والتكامل وحساب المثلثات اللي خدناهم في المدرسه؟ ملناش دعوه بيهم خالص دلوقتي، علشان احنا دلوقتي هنأسس شركه ناشئه، فهنتعلم التخطيط المالي، وهو انك تعمل تقدير وتوقع للاداء المالي المستقبلي من مصروفات ودخل وميزانيه وتدفق نقد. والتوقعات الماليه دي ليها طرق، زي واحد، طريقه التصاعد، انك تبدا بالبنود الفرديه زي المبيعات والمصروفات والارباح وتجمعها لانشاء توقعات ماليه. اتنين، طريقه بقى من فوق لتحت، انك تبدا بتنبؤ اتجاهات الاقتصاد الكلي من نمو الناتج المحلي والتضخم. بعد كده بتقدر الاداء المالي المستقبلي للبزنس من خلال البنود الفرديه زي المبيعات والمنتجات والمصروفات. والافضل طريقه ثلاثه، الجمع ما بين الاثنين. واهميه التخطيط المالي ده انك واحد، تقيم الجدوى بتاعت الفكره وتتنبأ بالايرادات والتكاليف المحتمله وتقيم الربح المحتمل. اتنين، تحدد الاحتياجات للتمويل والايرادات والعائد المحتمل من الاستثمار. ثلاثة، بتساعدك على مراقبه الاداء المالي لما تقارن الاداء المالي الفعلي بالاداء المالي اللي كنت حاطه متوقع، وده بيساعد على اجراء تعديلات استراتيجيه العمل لتحسين الاداره الماليه. أربعة، لما تيجي تعرض على مستثمرين بتقدر تزودهم بصوره واضحه عن الاداء المالي المحتمل للمشروع.